أهلا بيكم. أنا دينا ودي حلقة جديدة من سلسلة علاقات خطرة. ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر، مش بس أعقد، لأ هي كمان أخطر وطبعا أصعب. العلاقات الخطرة اللي هنتكلم عليها ممكن تكون مع صاحب أو زميل في العمل أو أخ أو أب أو أم أو شريك أو أي حد في حياتك. العلاقات بين البشر زي ما هي واحدة من الأسباب المهمة للسعادة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سما وعلاقة تنزلك سابع أرض، منها اللي بيبوظ ويأذي ومنها اللي يصلح ويغير ويعالج. في السلسلة دي هنتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات اللي مهم تاخد بالك منها في حياتك وتحمي نفسك منها بكل شجاعة ومسؤولية مهما كان التمن. هنتكلم عن العلاقة مع حد انطوائي أو نرجسي أو موسوس أو شكاك، لحد ما نوصل في الآخر للعلاقة الحقيقية الصحية اللي تغير وتصلح وتعالج. وعشان نكون واضحين، أي علاقة ممكن تتصلح طول ما صاحبها هيلجأ للعلاج النفسي. هنا حد بيعمل معاك علاقة عشان يحقق نبوءة خاصة بيه ويأكد حاجة عايز يثبتها لنفسه. يعني واحدة مصدقة ان كل الرجالة وحشين وكدابين وخاينين، تروح تتجوز واحد وتتعامل معاه بشكل صعب وغريب وتطلع منه أسوأ ما فيه لغاية ما يزهق منها ويبدأ يبص لغيرها، وتتحقق في الآخر نبوءة ان كلهم خونة زي بعض. واحد مقتنع انه فاشل وان مفيش امل، يقوم يشتغل شغلانة مش مناسبة ليه ولا لمؤهلاته ولا لقدراته، ويعمل مشاكل في علاقاته بزمايله ورؤسائه. بعد شوية يترفد من الشغل ويقول بينه وبين نفسه ايوه، ما انا كنت عارف كده من الاول، ما انا اصلا فاشل. كتير مننا بيبقى عنده نبوءة او تخمين داخلي وبيسعى طول الوقت في حياته وعلاقاته انه يثبتها ويأكدها، عشان ده اللي وصله في تجارب وعلاقات قبل كده، وده اللي اتعلمه عن نفسه، وده اللي ما يعرفش غيره. اشهر النبوءات دي: انا ما استاهلش، انا فاشل، انا دايما ضحية، الناس كلها وحشة، دول خاينين، مفيش امان لحد، محدش بيفهمني، وهكذا. مشكلة الحكاية دي ان صاحبها بيقعد يكررها عمال على بطال وهو مش واخد باله، ولا حتى الناس اللي في علاقة معاه واخدين بالهم. خلي بالك انت بقى، ما تخليش حد يحقق النبوءة بتاعته على ايديك، ما تخليش حد يلبسك دور مش بتاعك في علاقته بيك. شوف اللي معاك عايز يطلع منك ايه، احسن ما فيك ولا اسوأ ما فيك. الحكاية دي بنتعلمها بالخبرة وبالتجربة، فمفيش مشكلة انك تكون اتقرصت مرة ولا اتنين. اتعلم وفتح عينك كويس بعد كده. وبس كده، اشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.